الأساتذة القائمين على هذا الحفل. أنا في الحقيقة أعددت ورقة طويلة جدا عن يعني تاريخ وضع المرأة المصرية في العالم، وبدأتها في الحقيقة بالحضارة المصرية القديمة. يعني هو الأستاذ الإعلامي القدير الأستاذ محمد الغيطي والدكتور حمدي مرزوق يعني في الحقيقة مروا يعني مرور عظيم جدا على كتير جدا من الأفكار اللي أنا كنت عايز أقولها في الواقع. على أي حال، الحضارة المصرية القديمة في الحقيقة يعني أو ما يسمى بالثقافة، أنا في الحقيقة ما بحبش أقول حضارات وإنما الثقافة، لأنه المسار الحضاري واحد، هو المسار الإنساني أصلا، وإنما ثقافات. فثقافتنا المصرية القديمة أنا أتصور إنها من أعظم الثقافات. ومن يقرأ كتاب فجر الضمير ل نعم؟ لبريستد اللي هو دون اوف كونشس، يعني يبان له قوي او يتضح له جدا، وهو ترجم على فكره اللغه العربيه، يتبين له على الفور انه قد ايه كانت المراه المصريه لها دور عظيم جدا وخطير في نهضه المجتمع المصري ودورها السياسي ايضا. طبعا مررنا واستمعنا الى حتشبسوت. حتشبسوت دي كانت زوجة تحتمس الثاني، وهي حكمت مصر 20 سنة، وفي ظل حكمها شهدت مصر في الحقيقة نهضة كبيرة جدا جدا جدا. تحدث يعني السابقون علي في حكاية أول في الحقيقة ده صحيح. كانت هناك مصريات كاهنات، وتخيلوا الكاهنة اللصيقة دائما بفرعون، عالمات، طبيبات، الطبيبة اللي تحدث عليها إعلامنا القدير الأستاذ محمد الغيطي اللي هي اسمها مريد بتاح، دي أول طبيبة ومصرية، وفي الحقيقة كان لها دور عظيم جدا في تطور الطب المصري. لما نيجي نقارن وضع المرأة المصرية في حضارتنا المصرية القديمة أو في ثقافتنا المصرية القديمة بالثقافات الأخرى زي الثقافة اليونانية مثلا، ونشوف محاورات عند فيلسوف مهم جدا كلنا تقريبا نسمع اسمه اللي هو أفلاطون، يتحدث عن المرأة بشكل سخيف جدا، وكان لها لا يوجد لها لا دور سياسي ولا اجتماعي ولا شيء من هذا القبيل، بل بالعكس كانت المرأة يعني المرأة مشاع للرجال في الحضارة أو في الثقافة اليونانية القديمة. وكانت لا توجد مساواة وليس لها صوت حتى في التصويت. وكانوا لما المجتمع اليوناني القديم يعمل تصويت، وطبعا احنا عارفين كلمة ديمقراسي كلمة يونانية، فكان التصويت قاصر فقط على الرجال الأحرار أو ما يسمى بالمواطنين الأحرار، وكانوا يستبعدون النساء والعبيد. لما نيجي ننتقل إلى الحضارة الرومانية نجد نفس القصة. يعني الحضارة الرومانية احنا عارفين ان الرومان دخلوا، طبعا اليونان قبلهم دخلوا عندنا مصر في العصر البطلمي، قعدوا تقريبا 300 سنة. كان آخر يعني فصل من فصول الوجود اليوناني في مصر كان على ايد أنطوني وكليوباترا، دول كانوا آخر ناس كانوا موجودين في الثقافة البطلمية أو اليونانية بمعنى أصح. وكان جزء الشرقي من مصرنا كان فعلا مستعبد، لا توجد مساواة بين الرجل والمرأة كما كان موجود عندنا. الجزء الغربي كانت المرأة متحررة جدا، كان لها عمل وكان من حقها تملك وتبيع وتشتري، كان لها مالها الخاص إلى آخره. حتى يقال في بعض الكتب العظيمة جدا في المصريات أن المرأة المصرية عندما يتوفى زوجها ترث ثلثين ميراثه، ثلثين ميراثه، والثلث كان دايما للأولاد. على أي حال الثقافة الرومانية لم تقدم جديدا فيما يتعلق بموضوع المرأة، بل بالعكس المرأة كانت جارية وكانت عبدة ولا توجد مساواة، تخضع دائما للرجل. وعندما كانت يعني يمثل في ما يسمى بالمواثيق القانونية وكده، كان بينوب عنها زوجها أو
ابنها، لكن هي نفسها ما كانش لها دور في المجتمع الروماني. وطبعا احنا عارفين ان العصر الروماني شهد عندنا يعني عصر دموي، طبعا بدأ بأوكتافيوس ودقلديانوس ده او دقلديانوس اللي شهد في مصر مجزرة للمسيحيين عندما دخلت المسيحية مصر على ايد القديس مرقس الرسول، وطبعا جاي من الاسكندريه. على اي حال طبعا انا استمعت الان الى كلمه ان احنا كنا دايما مصدرين بشكل عظيم جدا للثقافه. انا اقول لكم مثلا على سبيل المثال عندما دخلت المسيحيه مصر، فكره التاج اللي بيوضع على راس المراه او العروس ده طبعا اتصدر لاوروبا من خلال النساء المسيحيات والدبله نفسها. يعني التاج والدبله هي فكره مصريه اصيله، يعني مصريين، يعني دي مساله اصيله جدا في ثقافتنا المصريه. والكوشه. على اي حال الرومان لما دخل الفتح العربي سنه 641 طبعا بتوصيه من الخليفه عمر بن الخطاب، فطبعا بدأ يحدث نوع من التدهور شويه لوضع المراه في مصر، لكنه طبعا مرورا بقى بالدوله الايوبيه ثم المملوكيه ورقه حقيقه طويله جدا وفيها تاريخ طويل لوضع المراه بدايه من ثقافتنا المصريه حتى الان. لما وصلنا للاسف ل 2012 يعني بعد ثوره 25 يناير، بعد ثوره 25 يناير وصلنا ل 2012 بدأت تقارير من الأمم المتحدة للطفولة والتي تسمى اليونيسيف تقول إنه نسبة ال 92% من الفتيات والسيدات، ونسبة كبيرة جدا على فكرة، طبعا يمارس عليهم يعني مسألة الختان أو عادة الختان اللي هي عادة سيئة جدا. وأنا في الحقيقة أنا يعني بحثت عن أصل هذه العادة ليست مصرية وإنما هي دخيلة على المصريين. دخيلة على المصريين. لكن على أي حال يعني أنا من هنا أسجل بس يعني بعض النقاط الإيجابية للنساء المصريات وأحييهم من هذا المكان في اليوم العالمي للمرأة ودورها التوعوي ودورها التربوي ودورها خاصة في المظاهرات الأخيرة في بتاعة 30 يونيو اللي حصل فيها نقلة كبيرة جدا في مصر بعد ثورة 25 يناير. كانت في الحقيقة كلها المرأة المصرية قامت بدور عظيم في هذا الموضوع. أدوار إيجابية كثيرة جدا، لكنني من هنا أخذ على المرأة، لكن من هنا أنا هاني أهو أخذ على المرأة المصرية مسألة مهمة جدا جدا وهي دورها الثقافي. وأنا أتصور إن الدور الثقافي أهم جدا من الاقتصادي. الاقتصادي قامت به الدولة على قدم وساق وقام به رئيس الجمهورية في دعم الأسرة المصرية خاصة للمرأة، ويعني وضع لها الكثير جدا من المكانة سواء في القضاء في مجلس النواب في إلى آخره، وحياة كريمة إلى آخر الموضوعات دي. الاقتصاد يا إخوة ليس هو السبب الرئيسي للنهضة. النهضة الحقيقية تقوم على الثورات الثقافية. فالثورة الفرنسية مثلا على سبيل المثال التي قامت سنة 1989 وما تلاها بعد ذلك 10 سنوات طبعا هي اللي غيرت من وجه المجتمع الفرنسي وجعلت فرنسا كما ترون. بينما نحن في حاجة إلى دعوة أو كلمة قصيرة فقط وموجزة للمصرية الأم والبنت والابنة والأخت إنها تقوم بدورها الحقيقي في توعية أبنائها وتثقيف أبنائها. إحنا في حاجة إلى ثورة ثقافية في الحقيقة تدفعنا إلى الأمام. وأشكر حضوركم الكريم وأشكر الأستاذ محمد الجدي إنه سمح لنا بوقت زيادة. شكرا جزيلا. 10 دقائق.
وقت مستقطع فبعتبر يعني حضرتك واسطه بقى قريب الدكتور حسن او صديقي. هو اللي انا كنت عايز اقول بيت شعر